الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. اتعدى لنا نعمته ورحمته من الآن والأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده قدير سوريا وهنيات الأندلس، واحتفلنا بتذكارات القديسين في بداية السنة. تبقى مع القديس يحيى سكابة القديس الدير، وبحضور كل الأحبار الأجلاء الرؤساء الأديرة ورؤساء الإبرشيات والآباء الكهنة وكل الحضور. بنفرح دايما في نهاية السنة وبداية سنة جديدة نحن ننهيها بالصوم ونستقبلها بالصوم، وتبقى قلوبنا مستعدة لبداية جديدة وكلنا أمل وكلنا رجاء. سنة 24 بيقولوا مجموع الأعداد 8 2 و2 و4. رقم 8 زي ما كانوا حضراتكم عارفين رمز للأبدية ورمز للسماء، ورقم 8 رمز للقيامة، ورقم له دلالات الحلوة فيه. ربنا يجعلها سنة مبروكة وسنة حلوة. في نهاية السنة بيبقى عندنا حاجتين. عندنا إن إحنا نشكر ربنا على ما فات، سنة طويلة عريضة بكل أيامها بكل ساعتها. ربنا عطانا كلنا ومرت فيها حاجات كتيرة، سواء على مستوى الفردي أو على مستوانا الجماعي أو كآباء في هذا الدين أو ككنيسة أو كمجتمع أو كعالم. المهم يعني سنة عامة بنشكر ربنا عليه إنه جابنا إلى آخر السنة، وبنقول كده نشكرك لأنك أتيتنا إلى هذه السنة. أحبائنا سبقونا على السماء، أحبائنا عبر أيام السنة تركونا وراحوا السماء. الحاجة الثانية اللي بنقف فيها ضروري كان لنا أخطاء، لنا ضعفات، لنا سهوات، لنا تكاسل، لنا تهاون، لنا فتور. كل واحد فينا ضروري يتعرض للمواقف دي. فبتقف في نهاية السنة قول رب أنا عايز أبتدي بداية جديدة. والجميل إنك تسمع صوت المسيح يقول لك بدنا نبدأ بدءا حسنا، يلا بينا نبتدي من جديد. وطبعا في السنة الجديدة بيبقى عندنا أمال وعندنا رجاءات وعندنا طموحات في قلبنا وعندنا أحلام وعندنا حاجات حلوة. كل واحد عنده حاجات زي كده. ويجي الإنسان في نهاية السنة ومع بداية سنة جديدة يحب يحط شوية مبادئ في حياته، المبادئ اللي هي تبقى هي الخطوات اللي هيمشي عليها. كان يحط خطة السنة الجاية. صح احنا كلنا رهبان وعايشين في الدير وبنتمتع بجو البرية ونروح القديسين اللي سبقونا وعايشين ويانا، لكن في نفس الوقت ما أشهى إن الإنسان يحط خطة قدامه يقول له يا رب أنا هوعدك بكذا وكذا 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 وعليكم خير السنة الجاية. لو ربنا أعطانا العمر وعشنا تيجي تعمل حساب المكسب والخسارة، تشوف نفسك بقيت فين. بقيت حلو، أشكرك يا رب. في سقطات كده ووقفات يقول لك يا رب أنا أوعدك إن أنا أبقى أفضل وأحسن. وده جهادنا كلنا أبواب، جهادنا كلنا كبشر كبني آدمين. مش بقول رهبان ولا خدام ولا مسؤولين ولا أي حاجة، ده جهادنا كبشر. في قطع الساعة 9 في برنامج روحي لطيف أحب إن أنا أعرضه عليكم لأننا كلنا بنصلي بيه. والبرنامج الروحي ده بيتكون من 6 عناصر رئيسية، والعناصر دي هي بتساعدنا في حياتنا وبتحدد خطانا. بنيجي في القطعة بنقطع الساعة 9 يا من سلم الروح في يد الآب عندما عرضت على الصليب في وقت الساعة 9 أديت اللص المصلوب معك إلى الفردوس، لا تأخر عني إلى الصالح ولا ترزني على الطاعة. البرنامج بقى وعيب على صوابعك وياي. قدس نفسي، قدس فهمي، اجعلني شريكا نعمة أسرارك المحية لكي ما إذا زغت من إحساناتك 4 أقدم لك تسبيحا غير الفطور 6 مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء.
تحضرها كل صلاة ويا بقية الآباء إخواتك في الدير، أو صلاة الفردية في القلاية بتاعتك أو في انفرادك. يعني كل صلاة هي ملخصها قدس نفسي، قدسني يا رب، خلي مخي يفكر صح يبقى مقدس، خلي لساني يتكلم صح، خلي عينيا تشوف صح، قدس نفسي. حتى مشاعري طبعا الامر ما يخلاش الابهات ان اخويا يكتب فعل كده يضايقني يخليني يعني مش مبسوط، كلنا كده في اي مجتمع. يوم النفس المقدسه تقدر تظبط الامور، تقدر تتملى بالحكمه، تتملى بالتوازن. الحكايه هي عدت الموضوع، انا يهمني نفسي، انا يهمني السماء. قدس نفسي. نفسي هنا يعني كل حواسي، عينيك، ودانك، لسانك، ايديك، رجليك، وكل ده خده وطبقه بقى في الناس اللي بتقابلهم، المجتمع اللي انا عايش فيه، المسؤوليه اللي بشيلها في المجتمع، في الدير بتاعي، بتعامل ويا اخواتي اكبر مني واصغر مني، بتعامل ويا عمال، بتعامل ويا ضيوف، حسب كل واحد وموقعه. قدس نفسي نمرة واحد. طبعا في الانجيل في صلاة ربنا يسوع المسيح الوداعية في يوحنا 17 من أجلهم أقدس أنا ذاتي، ومن أجلهم هنا إخواتك اللي في الدير. يعني أنت كعضو في هذا الدير العابر اللي عايش قرون وقرون، أنت من أجل إخواتك تقدس نفسك، وإن كنت في مسؤولية تتقابل فيها ويا ناس، من أجلهم أقدس ذاتي، أقدس نفسي، أقدس نفسي. نمرة واحد. نمرة اتنين في الخطة بقى بتاعت السنة الجديدة قاضي الفهم. طبعا زي ما انتم عارفين كل واحد ربنا عمل لنا عقل، مخ، في واحد مخ كبير وفي واحد مخ صغير وفي كده، في كل المقاسات، مش كده؟ المشكلة إيه؟ المشكلة في الفهم. في الفهم. بيقولوا في لغة من اللغات المعروفة في العالم لغة صعبة. فيقول لك في اللغة دي اللي بيتكلم بيها كل جملتين يقول اللي قدامه أنت فاهمني؟ أنت فاهمني؟ أحيانا الواحد ما بيفهمش، مش كده برضه؟ أحيانا مش على طول. يعني إيه؟ حاجة قدامي ما فهمتهاش. أضرب فهمي، خلي عندي استنارة، خلي مخي منور، خلي الأفكار اللي عندي أفكار صح. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا. أحيانا أفكار متعبة ومؤلمة تخش المخ تقعد، مش كده؟ تسمع حاجة، تشوف حاجة، واحد يقول لك تقعد. أضرب فهمي، خليني أفهم الكنوز السماوية المتاحة أمامي في كنيستي، في ديري، في حياتي. خليني عايش فاهم. والحكاية دي مهمة أوي. أرضية الفهم والاستنارة هي الكتاب المقدس، إنجيلك اللي بتعيش فيه كل يوم، تحفظ منه، تأمل منه، بتتأمل فيه، بتذاكره، بتدرس فيه، بتتعمق فيه، بتفكر فيه، بتصلي بيه. قضية فهم كتابك المقدس. وبما اننا في جو البريه، فكتابات الاباء الجميله هي اللي بنتعلمها ونشربها، لان دول خدوا الانجيل وهضموه وسجلوه من خلال اقوالهم وكتاباتهم السيره. قضية فهم. اوعى ربنا كده انك انجيلك مش هتسيبه وانجيلك هتغوص فيه. يمكن اكون ذكرت مره قبل كده، قلت لكم ان يوحنا ذهبيل بيقول على الانجيل منجم لقالب. يعني منجم بدخل المنجم دايما تحت الارض، انزل وامشي فيه واطلع لؤلؤه، اطلع حاجه، معنى، رساله، صوت جاي لك مخصوص. وتلاقي كلام كده، ايه انت قريتها كتير لكن زي بتلمع قدامك في المره دي،
رسالة خاصة بتاعتك أنت جاية لك في ظروفك في وضعك في الموضوع اللي شغلك. أضيفها. نمرة 2. نمرة 3: اجعلني شريكا نعمة أسرارك الروحية. وهنا بقى الأسرار التي نمارسها التكرار، وهي سر التوبة والأعراف وسر الفارستيان أو التناول. اسمع، اجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيط. القداس والصلوات والليتورجيات اللي بتصليها وبنحضرها ما هيش مجرد طقس بنخلصه ولا واجب بالترتيب تنتهي القصة. هنا بتعلمنا الأجبية أو البرنامج الروحي ده اجعلني شريكا، يعني أنا عايز أخش في النعمة، عايز أبقى النعمة حواليا، أبقى محاط بالنعمة في حياتي. اجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيط. كل مرة تمارس سر الاعتراف أنت تأخذ نعمة. ده برسو صح. أحيانا الواحد يقول إيه؟ أنا بعترف بس مفيش حاجة بتحصل في حياتي. ما هو العيب عليك. العيب عليك مش على حاجة تانية. أنت لازم تؤمن في داخلك إنك اجعلني شريكا نعمة أسرارك. خليني يا رب أدخل في النعمة، خليني أشعر بالنعمة اللي أنا فيه، النعمة التي أنتم فيها مقيمون. اجعلني شريكا نعمة أسرارك المحيطة. توبة حقيقية، توبة من قلبي، توبة مقصودة، توبة بعترف بيها بذاتي إن أنا أخطيت مش ببرر نفسي، وتوبة من أجل إن أنا أحفظ نقاوة فكري. وخد بالك البرنامج ماشي مسلسل، قدس نفسي وأضيف فهمي كده، ودول عاملين زي ايه بالظبط يا اخوان؟ عارفين الطبيب اللي بيدخل يعمل عمليه لازم يعمل عمليه تعقيم، مش كده؟ تعقيم ايديه، تعقيم وشه، الحاجات اللي هيستخدمها، الادوات، المكان. فاحنا كده نقدس نفسي واضيف فهمي زي ما مساله التعقيم. هخش في جو النعمه. اجعلني شريكا لنعمه اسرار المحيط. القداس بصلواته بطقوسه بالليتورجية اللي فيه بمراحله، حاجات كتيرة حلوة وكلكم دارسين وعارفين وحلوين خالص. لكن ازاي الواحد اجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية، هذا السر المحيي الذي يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية بما يتناول. دي خلاصة السر في نهاية القداس قبل ما نتناول. اجعلني شريكا نعمة أسرارك المحيية. وأنت جاي تحضر قداس كده ولا رايح جلسة اعتراف ولا اعتراف، عمال تقول في قلبك وتصلي وأنت ماشي في الطريق وعمال تقول يا رب قدس نفسي وأضيف فهمي واجعلني شريكا نعمة أسرارك. عايز أتلامس مع النعمة، عايز النعمة تلمس قلبي، عايز أصحى، عايز أكون أكثر حيوية في حياتي الروحية. نمرة 4 يقول لك إذا ما حتى إذا ذقت من إحساناتك، ذقت حسب التذوق، وهنا ذقت من إحساناتك. إحسانات الله لنا كل يوم كثير جدا ولا يمكن حصرها. خذوا بالكم من كلمة إحساناتك اللي قال عليها داود النبي باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناتك. حتى إذا ذقت من إحساناتك، هنا تعبير الشكر. الشكر ده واحد ده حاجة أشكرك يا رب، ذقت النعمة، ذقت الإحسان اللي عمله لك ربنا، فبتكون النتيجة إنك بشكرك حتى ما إذا ذقت من إحساناتك. والشكر هنا يعني حاجة مهمة جدا يا الله، هي حياة الرضا. أنا فرحان اللي ذقته ده أشبعني، زي ما بيقول لنا في المزامير فذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. بتدوق. فيا ترى
إحسانات الله يا من الحاجات الطبية اللطيفة اللي كلنا غالبا نعرفها. يسألوا سؤال كده يقول لك إيه أكبر عضو في جسم الإنسان؟ دماغه؟ كبد؟ إيه أكبر عضو؟ القلب. إيه أكبر عضو؟ أكبر عضو هو الجلد. الجلد بتاعنا ده مساحته 2 متر مربع تقريبا. طب إيه أهميته؟ بيحمينا. العالم اللي احنا عايشين فيه مليان الجلد بيحمينا. هنا حالة الشكر والرضا، حالة الرضا. أحيانا الواحد يا أبهات، طبعا أنا بتكلم بمحبة شديدة، يبقى عنده كده حالة من التذمر، مش عارفه حاله. طبعا فرق عدو الخير، آباء البرية نصحونا بكده. عدو الخير يجي خالق مش مبسوط، مش فرحان، مش راضي. لا، هنا الوضع مختلف. الخطوة الرابعة هي حتى إذا ذقت من إحساناتك. أنا بدوق كل يوم يا رب إحساناتك. كل يوم بنشكره ونشكرك يا رب لأنك سترتنا وعدتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشرقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. دي إحسانات إحنا كلنا بنشترك فيها. في إحسانات خاصة بقى بتاعتك أنت، بتاعت كل واحد فينا. من فضلك إذا ما ذقت من إحساناتك أقدم شكرا برضا بنفسي مبسوطة وفرحان. حتى إذا ذقت من إحساناتك نمرة 5 أقدم لك تسبحة بغير فتور. التسبيح هنا أو التسبيح أو التهليل، يعني أنت بتقدم تسبيحة لأنك فرحان، أو التسبيحة تنشئ فيك فرح. أقدم لك تسبيحة بغير فتور، قلبي بيتهلل. عشان كده في التسبيحة كلمة هللويا كتيرة، والمزامير بنقولها فيها هللويا فرح، هللويا الله، الفرح، السعادة. والسعادة دي بتنشأ من داخل الإنسان، من جواه مش من براه. اوعى تفتكر الظروف هي اللي بتخليني سعيد ولا مش سعيد. لا، السعادة ممكن يبقى كل حاجة متوفرة عندي لكن قلبي من جوه مش سعيد. أقدم لك تسبيحة بغير فتور. دخلت بقى في جو الفرح، جو السعادة، السعادة الداخلية اللي قال عليها في منشودة البلاد وبالناس المسرة. مسرة سرور، فرح، فرحان. ولما تقابل واحد تفرحه، خد بالك من حاجة مهمة، من الدعوات الجميلة اللي ممكن نتبادلها مع بعض. لما أقول لك كده ربنا يفرحنا وأنت تقول لي ربنا يفرحنا. الدعوة الجميلة دي هي واحد قدم لك حاجة، عمل حاجة ساعدك في موضوع، ربنا يفرحنا. الفرح وده بنحتاجه كتير. وأكثر حاجة تؤثر لمن يزور الدير هي فرحة الآباء الله. تصور كده لما يجي حد يزور الدير لا كل الناس مكشرة ومرمية ولكن الناس عايشين ايه غصب عنهم، مش كده برضه؟ وانتوا عارفين الوجه الفرحان والقلب الفرحان له أثره على الإنسان. أقدم لك تسبيحة بغير فتور نمرة 5. نمرة 6 بقى والأخيرة، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء. الدنيا ترخص في عينيك، كل اللي احنا شايفينه ده تراب، كل اللي شايفينه تراب. كان قبلنا ناس وقاعدين وبيسمعوا حد بيكلمهم نفس الكلام، مش كده برضه؟ خالص. يقول لك مرة قريت كده تأمل، يقول لك عجبت على الإنسان يدخل إلى العالم بلا شيء ثم يسعى ويقاتل من أجل كل شيء ثم يخرج من العالم بلا شيء. واخدين بالكم من المعنى؟ وفعلا
انت جيت من غير حاجه وماشي من غير حاجه، طب ايه اللي بتعمله بقى؟ ومن هنا عمق فلسفه الرهبنه. عمق الفلسفه هي كده. وخد بالك العباره الجميله، مشتاقا، الاشتياق، الحنين، مشتاقا، اشتياق جوه قلبي افضل من كل شيء، مشتاق اليك، الى ابديتك، الى سماء، افضل من كل شيء، افضل من اي حاجه. بنعيش على الارض ومش عارف ايه، نمارس ايه، ونروح ايه، ونجيب ايه، ونبني ايه، ونخلي ايه، والحاجات دي كلها، ويقولوا لنا انت بقيت مسؤول كده، وانت مسؤول كده، وروح كده. دي كلها حاجات الى التراب، الى التراب. وانت ماشي في الشارع، وانت ماشي في اي حته تشوف التراب ده كان بني ادمين في يوم من الايام. مشتاقا الى بهائك افضل من كل شيء. ودي قمه السلوك الروحي وقمه حياتنا احنا كابهات ووالدين. طبعا ده احنا بنصليها لاجدادي لكل الناس، مش على قدنا كربان. فلما بنصليها للناس او كلنا بنصليها في كل مكان، معناها ان الانسان ازاي يعيش هو السماء مشتاق ليها على الارض. هذا البرنامج من 6 خطوات ممكن تحطه قدامك كل يوم، ممكن تكتبه في قلبك، تحطه قدامك، تصلي من اجله، وتقول له يا رب مع السنه الجديده اقول كده: قدس نفسي واضيء فهمي واجعلني شريكا نعمة اسرارك المحية، لكي اذا ذقت من احساناتك اقدم لك تسبح الفطور مشتاقا الى بهائك افضل من كل شيء. كل سنه وانتم طيبين. Jesus bere, bimisero trebiot fago en neon tiro, sotiamono vaimana che certerisi moisis nemet ove bentemetrise, nemet loyante problema grandi matusa, di Cristo bente David, di Sofia, di Sodom, e mamma che non ve David, e apostolo. Shweshariare, Mokhene Mitao, Erat, Biniot, Tayot, Nashir, Baba, Tawad, Biniot, Nevis, Bobos, Ava, Mete, if not Biniot, Nevis, Bobos, Nehinim, if not a dead, Bev, Magro, Ejimos, Ronos, Amish, Rambi, Mimaseo, Enerini, Esreo, and Mugaji, Musabi, City, Moed, Zalam, Game, Kolemer, Soseri, Gontil, Kevin, Mobilan, الملك الغائرين كباب النسير كريه ليسول كريه ليسول كريه لوكيسول يمين اسمه الغير اسمه الغير سيمي طليان كوني لكل ديس اللهم بارك وارزقك علينا وارحمنا وخلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي تفحمنا في كل حين. ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المولودين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريا 24 قسيسة و4 نعمات المتجسدين والشاروبين والسيرافين وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بارك القديس يحيى مسكانة وبارك القديس هذا اليوم وبارك هذا النهار وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا. بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معوناتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا امين بخريستوس بالنور. امين. ايها المسيح الامنا بك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. والآن محبة الله الآب ونعمة الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمضوا بسلام، سلام الرب.